السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناة فاطمة الموح. اليوم غادي نحضر معكم زبدة الفول السوداني. غادي ندوزو للطريقة والمقادير. الطريقة اللي سهلة. غادي نحتاجو في المقادير معلقة كبيرة ديال العسل. العسل يكون النوع الجيد، و3 المعالق كبار ديال زيت المائدة، مع قبيصة ديال الملح، و500 غرام ديال الكاوكاو اللي مفسخ. خديت انا هنا كاوكاو غليظ مع رقيق، خلطته وحمرته. دابا نحمرو، حيدت ليه ديك الجلفه، فسختها ومسحته من الغبره وحمرته. يكون سخون باش يضحى لينا، ما ياخذ الوقت هي كثيره. صافي بعد ما شفتوا معايا المقادير، غادي نزيد فواحد، نطحنو فواحد الخلاط حتى كنحصلوا على زبده الفول السوداني. طريقه اللي سهله وواضحه، وما فيه مكونات اللي هي كثيره، دغيا كنوجدوه. الحاجه اللي درناها في الدار عرفنا واش درنا فيها. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نديرو في الدحانه، وغادي نطحنو، وغادي نزيد عليه العسل اللي ذكرت معكم، مع زيت المائده، مع ديك شويه ديال الملحه. صافي غادي نستمر حتى كنطحنو. طريقه اللي سهله وواضحه، دغيا كنوجدوه. صافي بعد ما طحنتو غادي نجمع دوك الحواف وانا كنطحن، وغادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال العسل. وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا العسل ما ديروه، كيبقى لي اختيار لكم. مع 3 المعالق ديال زيت المائده. ما ديروش زيت الزيتون، غادي يعطيكم المروره. وانا كنجمع حتى كنطحنو كله، وغتزيد قبيصه ديال الملح. طريقه سهله دغيا كنوجدوه. والحاجه اللي درناها في الدار عرفنا واش درنا فيها، محسن على برا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكملو. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طحنته. كيجينا واحد الخليط اللي هو عقد، وانا كنطحن عطوه الخاطر تيضحل لكم، وكنحضروه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالو، كيجي ساهل واقتصادي، وتنجدوه نتوما لولادكم فطور ديال الصباح ولا كسكروت، الحاجه اللي موجوده في كل بيت. طريقه سهله، وكنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنسوني بواحد اللايك وتشجيعات باش نستمر في الطريقه، في المقادير والطريقه، باش يوصلكم كل هو جديد. وكنخلي لكم الراحه.